السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده. انا واقفه هحضر الحاجات بتاعه اللانش بوكس. انا في ضرفه جنبي، ده المكان عاده اللي بعمل فيه اللانش بوكس، ففي الضرفه اللي جنبي على طول. الضرفه دي انا بفضي فيها رفين، دول بيبقوا الحاجات اللانش بوكس عشان تبقى جنب ايدي على طول. لما احب اعمل حاجه ما اقعدش الف الصبح وادور، تبقى عارفه ان كل حاجه في مكان واحد. تاني حاجه ان انا ما بديش يعني كنتش بدي ابني مصروف، وبرده هعمل نفس الموضوع مع لنا ولارا. انا طول الاسبوع ما بياخدوش مصروف، بس بجيب لهم حاجات حلوه بشيلها عندي، وكل يوم بحط لهم حاجه واحده في اللانش بوكس مع اللانش بوكس، عشان برضو ما يبقوش يعني يبصوا لاصحابهم او يحسوا ان هم اقل من اصحابهم، ويبقوا مبسوطين وما بيبقوش يعني ما بحبش فكره المنع، وما بحبش فكره ان انا اجيب لهم حاجات كتير. واتفقنا ان المصروف بتاعنا هناخده يوم الخميس بس، لان احنا بناخد المصروف ده بنجيب بيه حاجات مش مفيده، بنجيب بيه حاجات مضره. هم عارفين الحاجات دي اسمها حاجات مضره، بس احنا هنروح يوم الخميس في سوبر ماركت جنب البيت بيروحوا يشتروا منه اللي هم عايزينه. بقيه الاسبوع انا بحط لهم حاجه واحده بس في اللانش بوكس من اي حاجه من الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي، بس انا بجيب الحاجه على بعضها واحطها في الضرفه جنبي وبخبيها منهم ما بيشوفوهاش، عشان ما احترش ومش كل شويه اقعد اقول هجيب ايه وهعمل ايه. فبجيب لهم تشكيله وبشيلها عندي. فانا بقى هم ناموا، فانا قلت احضر الحاجات دي عشان هم ما يشوفوهاش، واحطها في العلب اللي هي بتبقى غامقه كده، علب عندي غامقه كده عشان ايه ما يشوفوهاش، واشيلها في الضرفه وتبقى جاهزه باذن الله، عشان خلاص يوم الاحد ان شاء الله لنا ولارا هيروحوا المدرسه، ويوم الاثنين هيبقى اول يوم لعمر. فتعالوا بقى نحضر الحاجات مع بعض كده اوريكم انا بعمل ايه. انا قبل المدرسه كل ما انزل السوبر ماركت اجيب حاجه بجيب معايا علبه من اي حاجه هم بيحبوها، او باباهم ساعات وهو جاي ببقى قايله له برده بيجيب لهم الحاجات اللي هم بيحبوها علبه كده ونشيلها. فدي اول علبه فيها الحاجات اللي هم بيحبوها، دي مش عارفه بلازوه، بحاول اجيب الحجم الصغير عشان برضو ما تبقاش كتير معاهم ويسد نفسهم عن اللانش بوكس، لانهم لو اخدوا حاجات من دي كتير بيرجعوا لي باللانش بوكس مش واكلينه. فدي اول علبه انا فضيت على فكره، عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل، فضيت العلب في العلب دي وهشيلها على طول. فدي اول علبه، لما بحطها كده بقى في الرف من فوق هما بيحسبوها من الحاجات اللي بحط فيها الرز والبتاع بتاع المطبخ، فما بيبقوش عارفين ان دي حاجات بتاعتهم. دي تاني علبه برضو حاجات هما بيحبوها، بسكوتات وحاجات، كانت الحاجات دي باباهم هو اللي جايبها لهم، وفي حاجات يعني على حسب لان احنا بنجيبها من زمان. فدي تاني علبه، لكن انا مش هي دي، يعني انتوا هعمل لكم اللانش بوكس وهتشوفوا. انا اللانش بوكس بتاعي بعمله ما بحبش احط فيه حاجات مضره كتير، او بحب الحاجات كلها تبقى يعني مفيده، حتى سندوتش النوتيلا والحاجات دي انا ما بعملهاش، بس زي ما قلت لكم دي بتبقى حاجه واحده صغيره كل يوم، فدي ممكن تكفيني اكتر من شهر، يعني الحاجات دي ممكن تكفيني اكتر من شهر. فدي البسكوتات وكيكات والحاجات اللي هم بيحبوها، وفي نفس الوقت انا جايبه على طول الحجم الصغير منها. هنا برضو دي العلبه الثالثه، فدول 3 علب كيكات وبسكوتات وحاجات هحطهم. بص بقى احطهم فين هوريكم. انا هنقل دلوقتي بقى البوكسات اللي انا حطيتها وجهزتها دي، احطها في الرف اللي فوق ده عشان هما ما يشوفوهاش خالص. تمت المهمه بنجاح. هنزل بقى البوكسات اللي هي الصغيره دي، هنزلها في الرف اللي تحت، واحط بقيه الحاجات عشان كل حاجه تبقى فوق وما هما ما يعرفوش مكانها. من ضمن الحاجات برضو اللي جبتها لهم علبه جيلي كولا. طبعا انا لو حطيت لهم هنا في اللانش بوكس هحط لهم 3 4 بس، وهيبقى هو دي الحلويات او الحاجه الحلوه اليوم ده. بس انا جبت لهم نص كيلو. جبت لهم السوداني ده هما بيحبوه برضو، لان ساعات مش دايما بحط لهم حاجات مسكره، بحب انوع بالمسكر والحادق. والبسكوت المملح ده برضو هما بيحبوه قوي، جبت لهم منه بالكاتشب وتقريبا بالجبنه. فدول حاجات المملحه اللي انا بحطها لهم برضو. وده الكاندي جبت لهم كمان ده اللي هو الكورن فليكس، هما بيحبوا النوع ده قوي. فضيته بس خليته زي ما هو الكيس بتاعه مقفول في علبه برضو سودا كده، عشان يبقى مجهول الهويه وما يشوفوهوش. الحاجات دي بتفكرني بالتجهيزه بتاعت ليله العيد، برضو بقعد اخبي منهم الحلويات كده عشان بس دي عشان افاجئهم بيها، لكن انا بخبيها منهم دلوقتي لان لو شافوها طبعا انتوا عارفين اطفال هيبقوا عايزين ياكلوا كل الحاجات دي، وانا يعني مش معوداهم ان ياكلوا حلويات بكميات كبيره. جبت لهم كوكيز، هما بيحبوا قوي الكوكيز بتاع العبد ده، وانا بصراحه بحبه
حلوه جدا جدا جدا. جبت لهم علبتين عشان هما بيحبوا الكوكيز اصلا جدا، وبتاع العبد بالذات تحفه يا جماعه، تحفه. انا بحبه جدا، هما بيحبوه قوي، فجبت لهم علبتين. ايه تاني؟ جبت لهم الشوكليت دي. انا ما بعملش سندوتشات نوتيلا خالص، ويندر دي تحفه حلوه قوي، اكتر بديل حلو انا عجبني للنوتيلا. بس انا برضو مش بعمل منها سندوتشات. انا دي ممكن اعمل بيها، عارفين السوداني، باخده مع عسل ابيض، مع اللهم صل على النبي، سوداني مجروش كده مع عسل ابيض، وبروح بعجناهم مع بعض، وبعد كده بروح حاطه عليه نوتيلا من فوق، بتبقى مفيده وحلوه وطعمها حلو. حاجات كده. لكن اعمل سندوتش نوتيلا لا، ما عودتش ولادي على كده بصراحه. ودي بحطها برضو، بستخدمها مش كتير قوي، بس يعني بتنفع ساعات. ممكن اعمل لهم كريب بالنوتيلا واحطه لهم ساعات كده. يعني هنعمل لانش بوكسات مع بعض وهتبقوا تشوفوا. انا اول مره اعمل لانش بوكس اكتر من واحد يعني السنه دي، فناويه اوريكم يعني نعمل مع بعض بقى، اوريكم التجربه مع بعض. طبعا كان نفسي اعمل الفيديو ده الصبح، كانت الاضاءه هتبقى احسن من كده بكتير، بس استحاله لان الصبح هما يبقوا صاحيين، وانا مستحيل اعمل الفيديو ده وهما صاحيين. فدي الحاجات اللي انا جبتها لللانش بوكس. انا بقى مش عارفه اخبي الحاجات دي فين، لان انا العلب اللي عندي خلصت، فممكن اخبيها في مكان تاني. يعني دي اخر علبه ممكن اخبي فيها واغطيها اهي. بدور على باقي العلب، لقيت نفسي حاطه فيها حاجات تانية اللي زي دي، فدي هشيلها برضو هنا اهي تحت. وحطيت العلب اللي هي القديمه فوقيها. وممكن ورا بقى البوكسات اللي هي الصغيره دي احط بقى النوتيلا عشان برضو ما يشوفوهاش، فهحطها وبعد كده بقى اشوف مكان تاني احط فيه بقيه الحاجات دي واجيلكم. بما ان بقى الدنيا بالليل وانا اصلا واقفه بعمل لهم اللي هي القرص الصغيره ام عجوه دي، مش عارفه اوريها لكم اهي، بعمل لهم اللي هي القرص الصغيره اللي بعجوه دي. فالدنيا حر، فشلت الحاجات بقى جوه لحد ما افضلها علب ابقى اكملها بكره. بس انا كده الرف اللي هو اللي فوق انا خلصته، الرف اللي تحت حطيت فيه العلب الفاضيه. ودلوقتي هوريكم بقى ايه دي الاكسسوارات بتاعه اللانش بوكس، الحاجات اللي بستخدمها لللانش بوكس. برضو دي حاجات جديده جبتها السنه اللي فاتت، دي حاجات كانت عندي، فهنفضيها واوريها لكم مع بعض. بصوا دي الشوك، انا كنت جايبه كنت جايبه 3 باكيتات لكل واحد. الاضاءه حاساها مش حلوه، بس انا بحاول يعني اقرب لكم الصوره اهو. متهيالي هنا الصوره اوضح، بما انهم حاجات لانش بوكس حتى لو صحيوا وشافوني فانا كده في الامان. هوريكم بقى الاكسسوارات بتاعه اللانش بوكس اللي عندي، هحطها كده واوريها لكم حاجه حاجه. دي اللي بحط فيها كل حاجه، بس قبل ما اوريها لكم دي القرص اللي انا عاملاها لهم، بس ريحتها تحفه. سيبكم الشكل عشان انا المروحه بتاعه البوتاجاز بتاعتي لقيتها مش شغاله، بس ريحتها تحفه وبتبقى حلوه قوي للفطار. فدي اللي انا بعملها دلوقتي وانا بوريكم الحاجه. اول حاجه اللي هي اللي كنت هوريها لكم الشوك دي، عشان لما ببقى حاطه لهم فاكهه مقطعه لهم حاجه. انا جايبه منها باكيت، دي كانت ليلينا واللارا، ودي اللي انا كنت بستخدمها السنه اللي فاتت لعمر، لان طبعا الحاجات دي بجيب منها كميات لان ساعات بيبقى فيها مفقودات. كلهم نفس الشكل تقريبا، دبدوب وضفدع. متهيألي ناس يعني اكيد كتير منكم شافوها. وعندي برضو دول عصافير الجنه، دول بيحبوهم قوي برضو. الحاجات دي بتشجع الولاد ان هم ياكلوا. دول بقى عمليين جدا بتوع الكاتشب. انا بحط فيها كاتشب، ولادي مش بياكلوا مايونيز اتلسعت. دي في واحده تانية تقريبا مش لاقيها، دي بتاعت عمر. في 2 لعمر و2 لنا و2 للورا، بس مش لاقيه حاليا الا واحده بس. دي القطعات بتاعت الخيار وبتاعت الجزر، برضو بتعمل اشكال حلوه قوي، فانا بحطهم اهو. كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قطعات. اللي جبته السنه دي بقى جديد الالوان دي، انا هفضيها بقى واحطها. دي الالوان اللي هي بترسم على الاكل، هي الوان اصلا للاكل، بس انا لسه هجرب وربنا يستر واعرف انفع في الموضوع ده. اهي تشوفوها مكتوب عليها شايفين فود كالرينج بن
قلم تلوين بس يعني الوان صحيه المفروض للاكل. وانا عندي القطعتين دول، فالمفروض ان انا امشي على الخطوط دي بالالوان دي عشان تطبع على التوست واعمل لهم بيها اشكال. انا ناوي اعمل لهم الدبدوب ده الاستاذ ده، اعمل مناخيره وبقه وعينيه والحاجات دي، واشوف بقى ايه هنفع ولا مش هنفع. فادعولي بقى، هنجرب اول يوم وهشوف. لو نفعت بالالوان دي هبقى اجيب لهم اشكال تانية، لو ما نفعتش خلاص ولا اكن حد عمل حاجه ولا اكنكم شفتوا حاجه، يبقى نعمل بيها في اي حاجه تانية. جبت لهم برضو دول، وجبت لهم الشوك بتاعت اللي هي ميكي ماوس دي، بس دي لسه جايه في الطريق. جبت لهم دول مش عارفه بيتفكوا ازاي اهو. موضوع العيون دي بتبقى حلوه قوي، شكلها بيبقى حلو في الاكل برضو. وانا ولادي هايفين وانا اهيف منهم، فاحنا بنحب الحاجات دي. في ناس ما تقولك ايه لازمتها، هي ملهاش لازمه بس احنا بنحبها، وانا ولادي بيتشجعوا ياكلوها. ثانيه واحده ابص على اللي في الفرن وارجع اوريكم بقيه الحاجه. انا ما بقاش انا لو ما اتلسعتش وانا بعمل حاجات في الفرن، فما علينا. فضي بقيه الشوك دي. بصوا دي شكلها عامل ازاي، وطبعا جايبه منها 2 برضو عشان خاطر لو ضاعت حاجه يكملوا معايا لاخر هي ب20 جنيه يعني مش غاليه، بس انا بجيبها زي ما بقول لكم. يعني هي دي حاجات مش اساسيه، بس انا بجيبها لان انا ولادي حتى في البيت انا بستخدم الحاجات دي، مش لللانش بوكس بس، في البيت برضو لو لقيت نفسهم مسدوده او مش بياكلوا بقعد اعمل لهم حركات كده، اول ما يشوفوا منظر الطبق بياكلوا على طول. دي زي اللي فاتت بالظبط نفس الشكل. وانا كده انا اصلا بحب الحاجات دي. فدي كده العلبه بتاعه اللانش بوكس بتاعه السنه دي، زودنا عليها الاقلام والقطعات دي والعيون، ولسه هجيب لهم شوك موصيه عليها بتاعه ميكي ماوس. اخر حاجه عايزه اوريها لكم من الاستعدادات، الضفدع ده مش لاقي تايه كده. خلصنا دول اللي هو الفيتامين دي انا بجيبها للولاد، وفي زيها تاني يعني مالتي فيتامينز، ودي بتاعه الاوميجا 3. بس المالتي فيتامينز مش عندي خلصانه، هجيب لهم منها. انا بحب اجيب الحاجات دي واجيبها للولاد خصوصا قبل المدرسه، لان انا بناتي ما راحوش حضانه زي ما انتم عارفين، وهيبقى اول سنه ان هم يدخلوا مدرسه ويختلطوا باطفال. فانا يعني ربنا يستر رب ويحفظهم يا رب، ويحفظ الولاد كلهم، ما يتعدوش بقى ويجي لهم الحاجات اللي بتيجي دي مع الاول. يعني المناعه بتاعتهم مش عارفه هيبقى ايه نظامها، خصوصا ان هم ما اختلطوش باطفال قبل كده في مكان مقفول لوحدهم. بيروحوا تمارين وحاجات بس مش عارفه. فانا يعني بدات بقالي شهر بديهم الفيتامينز دي، وهجيب لهم التانية كمان. وان شاء الله التطعيم بتاع الانفلونزا المفروض هناخده اول 10، لسه منزلش عشان ربنا يستر بقى ويعدي الشتاء على خير، لان انا بقلق قوي من الشتاء ومن تعب الشتاء يعني للولاد. ودي كانت كل الحاجات اللي انا حضرتها لللانش بوكس. المفروض ان احنا باذن الله هنبدا خلاص على وشك يعني. فده كان الفيديو بتاع النهارده، التحضيرات اللي هي الحاجات اللي هي البيزك اللي بتفضل موجوده معايا طول الشهر، وممكن الحاجات دي كمان تكفي اكتر من شهر. وزي ما قلت لكم الحاجات دي انا بجيبها، يعني مثلا انا رحت ماركت مثلا سبانس، انا بتعامل مع سبانس ساعات بيبقى ليا بوينتس. البوينتس اللي بتبقى ليا دي بدل ما بجيب بيها اروح جايبه بيها حاجات للولاد كده يعني. فما بحسش ان انا جبت حاجات كتيره. لما بيجي بقى على بدايه الشهر بلاقي ان انا جايبه لهم الحاجات بتاعتهم ومش حاسه بيها ان انا جبتها يعني على بعضها او كلفتني. فده كان الفيديو بتاع النهارده. باذن الله هوريكم التحضيرات بتاعت قبل المدرسه بيوم. بقيه الحاجات انا كل يوم بحضر حاجه، ولما بحضر حاجه بحاول اصورها لكم واوريها لكم. فان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب جديد. يعني هنفضل ننزل فيديوهات اليومين دول كده باذن الله لحد المدارس ما تبدا. يا رب يكون الفيديو كان مفيد او عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.